السيد فوزي لقجع الذي وثق وآمن بكفاءات محمد وهبي، رغم أن نعم الكان لم ينصفنا باللقب، ولكن هنا العالمية حضرت، العالمية فوق المنافسة القارية. وهنا نعم نتكلم عن جيل فعلا اليوم شاهدنا لوحات أكثر من رائعة كما تابعنا في اللقاءات الماضية. إذا حارس المرمى الأرجنتيني هو من ينال جائزة أفضل حارس في هذه البطولة. يتعلق الأمر بباربي، فعلا باربي هو الحارس، ولكن لا تفوتنا الفرصة للإشادة بالبطل. غاب اليوم عن اللقاء يانيس بن الشاوش. تذكروا جيدا وصفقوا لهذا اللاعب وقولوا شكرا لهذا اللاعب يانيس بن الشاوش الذي أنقذنا وتصدى وعمل مباريات بطولية في فرنسا، أمام فرنسا وأمام أمريكا وأمام البرازيل وأمام إسبانيا. برافو يانيس بن الشاوش، برافو كذلك المصباحي في ركلة ترجيح أمام فرنسا، وبرافو لحارسنا الشاب، برافو لحارسنا الشاب اليوم براين غوميس، رغم أن المباراة الرسمية الثانية له في هذه البطولة. إذا ديلغادو أمامنا على الصورة هو الآخر نال نصيبه من الجوائز في هذه البطولة. مشاهدينا الكرام، طبعا البرونزية ديلغادو في هذه اللحظات لاعب وسط ميدان المنتخب الأرجنتيني، لكن أيضا لاعبون يستحقون الجوائز الفردية، وهنا أخص بالذكر عثمان معمة، ياسر الزابيري. نعم لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الهداف. هنا يتسلم الجائزة من يدي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج الذي أصر على الحضور هو الآخر لمؤازرة أسود الأطلس هنا في مونديال الشيلي. مشاهدينا الكرام الفضية نعم هنا تأتي للزابيري. مشاهدينا الكرام، أهم من هذه الجوائز والله اللقب الآن، أنا كل شوق وترقب لي لمشاهدة الكاس. عثمان معمة، عثمان معمة نعم بطل هذا المونديال، أفضل لاعب في هذا المونديال يا سادة يا كرام. هنا يتلقى الجائزة من يد رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي. نعم تستحقها يا عثمان يا معمة. كنا نتكلم عن الاساطير الذين انطلقوا من بطولة العالم للشباب، ابرزهم دياغو ارماندو مارادونا وليونيل ميسي واسماء كبيرة. ها هو عثمان معمة يكتب اسمه باحرف من ذهب في سجل ابطال العالم وفي سجل افضل اللاعبين في الكأس العالمية للشباب. نعم صورة لذكرى وكم هي جميلة. القميص الوطني، نعم قميص المنتخب المغربي، صورة للذكرى وصورة نعم ستبقى محفورة في الأذهان، لأن هناك أبطال أسعدونا وشرفونا ورفعوا رؤوسنا. وتحية متبادلة. الله على الصورة، الله على الصورة، الله على الصورة، كم هي جميلة. Si tu es célibataire, je te conseille vraiment de rester sur ce TikTok. Je commence moi aussi cette année 2025 célibataire. مستقبل الكرة المغربية، وانا تكلمت عن المواهب الموجودة في أوروبا لا خلاف في ذلك، ولكن المغرب باعتزاز وافتخار يصدر لنا لاعبين مميزين. أكاديمية محمد السادس، هذا الورش الذي بدأ منذ سنوات، نعم هذا الورش الذي بدأ منذ سنوات الآن أصبح مصدر فخر، لأنه يعطينا مواهب في كل مرة تظهر وتتألق، نجوم يسطعون في سماء هذا المونديال. نعم إنها مواهب أكاديمية محمد السادس، واللاعبون الذين يحضرون في مختلف البطولات الأوروبية، ومدرب وطني على كفاءة عالية. امتداد للمدربين والكفاءات. اليوم فعلا أصبحنا نعتز بمدربين لأنه جابوا العز وجابوا الألقاب. طبعا نتكلم عن وهبي، نتكلم عن طارق السكتيوي، نتكلم عن الحسين عموتة، نتكلم عن السيد وليد الركراكي الذي أسعدنا بملحمة وبطولة أكثر من رائعة في ملاعب قطر. هكذا هم المدربون المغاربة، هكذا هي السواعد المغربية، هكذا هي الكفاءات المغربية، هكذا هو المغربي. نعم هنا التحديات، هنا التحديات، رفع التحدي، ولا مستحيل بالنسبة لي المغربي، لا مستحيل بالنسبة لي المغربي بالكفاءة والإصرار والإرادة والعزيمة قادر على صنع المعجزات. واليوم لن أقول فقط إنجاز، بل هو إعجاز تاريخي كبير، بل هو استثناء، ونتمنى أن يكون قاعدة في السنوات القادمة. الآن المغرب أصبح من الكبار لا شك في ذلك، المغرب أصبح من الكبار لا شك في ذلك. الراية المغربية نعم
نعم في كل مكان، في الفئات السنية، ناشئين عندك، شباب عندك، كبار عندك، سيدات عندك، فوتسال. ولكل مجتهد نصيب يا محمد يا وهبي. فعلا تستحق هذه الجائزة وتستحق أن تكافأ بهذا اللقب العالمي. روح المجموعة كون وهبي، روح المجموعة هذا أهم شيء. المنتخب كعائلة، وهذه الفلسفة ترسخت لدى حتى اللاعبين في الفئات السنية. تذكروا جيدا مصطلح العائلة، لأنه سر النجاح، العائلة سر النجاح. وهذه شفناه مع وليد الركراكي في منتخب كأس العالم في قطر. روح العائلة تجسدت وتبلورت بعد ذلك وترسخت لدى كل أعضاء وفئات السنية في المنتخبات الوطنية. لذلك شفنا هذا الجيل موحدين متآخين. لا ننسى هذه السيدة على الصورة، سفيرة المملكة المغربية في الشيلي، التي ضحت بالغالي والنفيس، قدمت مساعدة كبيرة لهذه البعثة، قدمت دعم كبير لهذه البعثة، كانت تؤازر، استقبلت الجماهير المغربية في بيتها. فشكرا لسفيرة المملكة المغربية في الشيلي، لأن كذلك واحدة من الأسماء التي نفخر بها، وساهمت وساعدت كثيرا البعثة حتى تكون الأمور على نحو جيد في أرض الشيلي. مشاهدينا الكرام، لا زال الأبطال يتسلمون الميدالية، نعم الذهبية، والذهب للذهب، والذهب راح للمغرب. مشاهدينا الكرام، الذهب راح لمن يستحقه. والكرة أخيرا أنصفت هذا الجيل، الكرة أخيرا أنصفت النخبة المغربية. بالأمس القريب نعم الكان لم ينصف أسود الأطلس، ولكن اليوم دخلتم للعالمية، نعم من الباب الواسع، دخلتم العالمية من الباب الواسع. هنا نعم يشهدون بكفاءة المغرب وبسمعة المغرب على الصعيد الكروي، أجيال وراء أجيال. ولكن جاءت اللحظة لنسعد ولنفرح ولنعتز بلقب عالمي، نعم وسط المدارس الكبيرة، وسط المنتخبات الكبيرة. كم هي صورة جميلة، الكاس والقائد والشخصيات البارزة، نعم. وسفيرة المملكة المغربية في الشيلي هي الأخرى، سعيدة وفخورة بما ترى بين هنا في أرضية الميدان. وتحية كبيرة للجماهير. هاي اللحظة التاريخية، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. الكاس ستذهب إلى المغرب، الكاس ستذهب هنا إلى السواعد المغربية. فوزي لقجع يتقدم مع جياني انفانتينو، هنا يرفع حسام الصادق، عانقها يا الصادق، عانق المجد يا الصادق. قبل الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة، باسم كل عربي من المحيط إلى الخليج، نقول لكم شكرا. قبلها باسم كل أمازيغي، شكرا الفول كبارة، شكرا ترميرت. هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. هنا في لحظة تاريخية، الكاس العالمية، أسود الأطلس هم أبطال العالم لسنة 2025. هنا الملحمة، هنا الجيل الذي صنع التاريخ، هنا الجيل الذي أسعد الشعب، هنا الجيل الذي أفرح الملايين. هنا كانوا بالقلب والوجدان والجوارح يتفاعلون، لأن الراية المغربية خفاقة هنا في سماء المونديال، كما هي النجوم التي تلألأت، النجوم التي سطعت، والنجوم التي تألقت. وهنا في لحظة إبداع وفي صورة ولا في الخيال، لأن هذه الحقيقة وليس الخيال، هذه الحقيقة وليس الخيال. هنا منظر لا يصدق، منظر لا يصدق، ولكن صدقوا، افرحوا، غنوا، ارقصوا. هذه فرصتكم، نعم. الشعب المغربي فخور بكم، الشعب العربي فخور بكم، نعم. الشعب الأمازيغي فخور بكم. تنمير شكرا في لحظة للتاريخ وفي صورة للذكرى. هكذا الصادق على الكاس، علاها 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 في لحظة الفرحة والتتويج باللقب العالمي. يا لا من صورة يا سادة يا كرام، صورة للتاريخ. هنا جاءوا من أجل الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هذا طموح المغاربة، ولا شيء يغلب ولا شيء مستحيل. نعم نرفع الرأس، كل مغربي فخور هنا بما حققه أسود الأطلس. اليوم أنتم أبطال، وسننتظركم نعم في التحديات القادمة، لأن هناك بكل تأكيد المزيد مع هذا الجيل وجيل الناشئين ومنتخب
الكبار في الكان. شكرا مرة أخرى، شكرا لكم من القلب على هذا الأداء وعلى هذه الكأس العالمية بهذه الصورة الجميلة. أترككم على أمل اللقاء بكم في مواعيد قادمة إن شاء الله. إذن تحياتي للجميع.